بدين، لكن ما بعرف الوضوء كيف وضوء الحقيقة ما بيعرفوا. لازم تعليم كل ناس تشوي شكل كل ساعة ومساء وين أن يصير الماء. قال ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا من الغائط إلا توضأ. قال عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مسلم. يرسل به المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، مو بس يصوم ويصلي ويحج ويزكي بس تشوف له من نية على الله، هو على العالم اللي صلى وحج وزكى. ثلاثة الإنسان إذا الله من عليه بصلاة أو بحجة بده يشهد فضل الله عليه حتى ما يدخل العجب ولا يدخله إيش الرياء ولا يدخله الكبر. أما إذا ترك شأنه شوف حاله أحسن من غيره، شوف حاله هو صلى هو حج هو صام هو عمل هو بيجي على الدرس وبيستحقر غيره، قد يكون غيره مثل 60 واحد بتحكيته. ليش؟ لأنه هذيك ما عم بتصلي ما تجي على الدرس ما كذا وقع بالحرام، لكن انت صار حرام على حرام، حرام العجب وحرام الكبر أكبر من هذاك الحرام. عم بتشوف حالة أحسن من غيره، بتشوف حالة حج من ذيك الحج الحج الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. أنا قديش بقول الحج المقبول بده الإنسان يكون أعماله بعد الحج أعلى وأجمل وأنبت وأطهر. هذا من الأعمال كلها مو بس الحج، الحجة وغير الحجة. الإنسان إذا عمل عمل بده يكون بعد أعماله مثل صلى أو صام بيشوف حاله بالنهار أعماله أحسن من قبل الصلاة، أحسن من قبل الصوم، أحسن من قبل الزكاة. ليش؟ هذه الحق لما عمال يشهد انه الحق هو الذي وفقه في العمل، الحق عم بيعطيه من عنده شيء خصوصي غير الثواب. ليش؟ لانه عمال ينسى العمل لله، والله خلقكم وما تعملون. لا تظنوا انتم العاملين، لا الله خلقكم، لكن من وفقكم للعمل والله، وما توفيقي الا بالله. هذه بناتي ضروري تكون مخيلتكم ما تسرح منكم ولا لحظة من اللحظات، دائما تشهدوا نعمة الله عليكم. لذلك الحق يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا ما تنعد، نعم الله ما تنعد، مع هذا ما تحصوها، شيء كثير خصوصي لئن شكرتم لأزيدنكم. الإنسان كل ما بيشكر الله أكثر كل ما بيعطيه أكثر، تزيده من النعم اللي الله أنعم بها عليه. يدلل أنه هذا أهل للنعمة، لأن النعمة ما نسبة له. لكن ناس شفتوا رأيت وعملت وصليت كذابات، انتوا بدكم تنسبوا النعمة لله حتى يزيدكم من نعمه. في نعم ظاهرية وفي نعم باطنية. النعمة الباطنية هو أن تنسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، وتنسب اللي هو اللي وفقك إلى هذه النعمة. لا ذاك الحق لئن شكرتم لأزيدنكم من النعم. بإيش؟ من النعم الظاهرية، بس النعم الباطنية وهذه أهم من الظاهرية. نعمة الحق سبحانه وتعالى أعطاك مال، أعطاك توفيق، أعطاك صلاة، أعطاك دروس، أعطاك كذا، هذه كل عما تنسبيه إلى الله سبحانه وتعالى، ما عما تنسبيه لنفسك. ليش؟ لأنه عم بتقولي هو اللي وفقني، وأختي ما هي موفقة، خالتي ما هي موفقة، عمتي ما هي موفقة، ناتي ما هي موفقة، رفيقتي ما هي موفقة. هونكم اسمعوا لا تعتبروا على حد. قلت بناتي لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني الشكر ما هو؟ النعمة اللي الله أنعم بها عليك انسبوها إلى الله، هو اللي وفقكم إليها.
هذا بخلص الإنسان من العجب، وبخلص من الكبر، وبخلص من كل السقطات والسفلات إذا نسب هذا لله. الله سبحانه وتعالى انت تقدر عند الصبة مشان تثبت يمين يجي طلع مو فطالع قدام الناس. ها فهمتوا بناتي؟ هذه لاحظونه دائما إذا الله من عليكم بنعمة من نعمه، بصلاة، بصوم، بدرس، هذه لازم تردوها إلى الله سبحانه وتعالى، إنه هو الذي وفقكم. ما وفق أختك لصيد، ما وفق عمتك، ما وفق أمك، ما وفق كذا. هذه بدك تنسبيها إلى الله، هو الموفق، وما توفيقي إلا بالله. هناك بيعطيك أشياء نعم باطنية غير النعم الصغيرية، وهو نسبة النعمة إليه مو إليك أنت. ثم بيعطيك الرضا، برضى عليك، ثم بيصل منك إلى أولادك، إلى بيتك، هذا كله تحبين، هذا كله بيصل منك إليه. ليش؟ أن الله سبحانه وتعالى أرحم منا. نحن لما نسبنا النعمة إليه وأعطانا الزيادات، الحق من على كل من بخص فينا، كل من حبه، حتى ما كان تجي على الدرس فتجي على الدرس. ليش؟ إكراما لها، يكون نسبة النعمة إليه سبحانه وتعالى. وهكذا بناتي لازم نكون دائما بالشكر، ما نرفع عن الشكر البتة. شكر المنعم وهو نسبة النعمة اللي الله أنعم بها علينا أن ننسبها إلى الله، لا ننسبها إلا لقوتنا، لعائلتنا، لعبادتنا، لطاعتنا. لا لا، العبادة بدها حمل من يحملها، ما بحملها إلا المعبود جل جلاله، هذه العبادة. والذكر ما بحمله إلا المذكور، والعلم ما بحمله إلا المعلوم، وهكذا. فالإنسان بده يكون دائم الدوم على الدوام، يكون بين ايدين الحضرة الإلهية أنه منكسر، أنه منزل، لأنه أعطاه. هو بيعطي الإنسان، أعطاه فوق ما يستحق، وهو كذلك. الاستحقاق عند الله ما الاستحقاق عند الله ولا لحظة. الدليل أخت معمة تجي، إما معمة تجي عدلت، بل معمة بتجي ولكن ما بتعمل. لا، المراد من الدار درس النفس. وإلا الإنسان بناتي مهما جعل درس وكان نفسه حية، زعل يغضب وغضبات تروح له كل عمل يعمله. مو من الله يعني قال لك بقى ما أجي، أقول لك لا، إذا ساعة وعمال مو ما أجي. واحد الله يرحمه مات، كنت عم ببين له من طرابلس، كان هون عندي، عم ببين له ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال والله يا شيخي انا صلاتي ما بتهيألي ابطل. قلت له انت بتوقف انت عن البطل، انت لازم تساوي صلاتكم مقبولة عند الله، انت بالفضل الى الله هو اللي وفقك لذلك. وهيك بناتي هذا الشيء كثير سهل. الانسان على حسب ما اعتاد، جاي وحده بس لا يتوجه لزيد وعمرو بكر، يتوجه لهالعمل بتصير. هناك بيشعر بالفضل الالهي اللي الله تفضل به عليه. قال عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء إلا مسلم. نعم، أن المسلم بده يعطي حق الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل والله ما فهمني إلا قليل من الناس. الإسلام من سلم الناس من يده ولسانه، إذا يحسن هيك كله منظم، نظره، سمعه، مشيه، كله بميزان، لأن الله هو اللي أنزل الميزان. أنزل الميزان، ومن الميزان دي فيه اللطيف اللي بدك تتناول عليه، واللي إله بيتنازل، إما العليه بده يأديه كله. هذا هو المحبوب عند الله. هذا جاء حتى يدلنا على الله، حتى يدلنا على الآداب الموجودة في الإنسان اللي الله من بها عليه. هذا عظيم. المسلم من سلم الناس من يده ولسانه.
او من لسانه ويده الحديث، وهكذا. فالمسلم ما تحكي على حدا ابدا ولو الناس كلها، في ناس جؤمان ما بيفوق ليش حكى عليه؟ هو خجر وسخ، انت ليش عم تقول خجر وسخ؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحسن بمن اساء اليه، يسوء اليه ويحسن اليه. جاءوا الصحابه رضي الله عنهم زعلانين جدا، قال ما بكم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا عم بيقولوا عنك مذمم. قالوا انا محمد ماني مذمم، ليش عم تزعلوا؟ فاذا واحد حكى عليك قال لك انت حكيتي ومالك حكي، دل وجب عليك الصبر، بده يعطيك الحق، مو ثواب غير ثواب، يعني بده طهرك. مشان ايش بده طهرك؟ مشان يرقيكي. مشان يرقيكي مشان تدركي وقل رب زدني علما. مع فما ان المزكى مو تلحقوني بس الصوم والصلاه وتلتقوا هالشان هذا فلسان مثل كلب العقور. لا يا بني، الكلب العقور مرتبط، ما بفتوا بعض هذا بعض الغيب بعض الجاي عقور، يعني عقور مجنون. كلب العقور مجنون. وفي من الناس مثل كلب العقور مثل جنين، بالدوام الجسد تمدح حاله، تجعل حاله هي الكل في الكل والاخرين. هذه كان صلى الله عليه وسلم شكل باب شكل باب سفيها هي اما اسفه منا. الانسان الحق سبحانه وتعالى لما بيعطيه بيشكر الله، تبين هذا اهل النعمه، لانه ما بينسبها له، بينسبها لفضل الله. هذه والله يا بناتي التجاره رابحه، ما راينا اجمل ولا اكمل. وجدنا لما الحق بده يختار عبد من عبيده سلط عليه الطين وقال لا يكون عامل ولا مسوي ولا عنده استعداد يسوي، مثل ما صلت على صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم الانبياء اشدكم بلاء الانبياء ثم الامثل، كل ما كان ارقى الحق فيه اكثر. ليش؟ لكن ما عم تفهموا ليش؟ بس صار فيكم فهموا بده يطهركم. ليش؟ حتى يصير عندك استعداد للرقي، وبس تلقيتم تفهموا هالاسرار الموجوده معبر الوجود ما كن شايفين غير جامع وقبه وقتل هيك ما كن شيء. لا، لما بتجي النور عين البصيره وبتشهد الامور الغيبيه وتشهد الامور ايش من انت الباطنيه، الله اكبر، بصير عندكم شكر على شكر. وهكذا لئن شكرتم لازيدنكم. بقى الحق مو بيذكر بس من الظاهر، لا ابديكم من الباطن، وهو بيعطيكم قبل كل شيء الرضا. كونوا راضين على الله وبتعللوا. وليش راضين؟ لانه الله سبحانه وتعالى عالم عليم علام، وكل شيء عنده بمقدار. صدق المكسر ما في الجيبات، كثير ناس يجي على لسانه صدق اي كذبه ما فهموا معناها. لو كان عنده النور كما قال صلى الله عليه وسلم اذا شيك احدكم بشوكه حسست بألمها، هذا الرسول لطيف. وهكذا الانسان بده يصير لطيف من لطف الرسول صلى الله عليه وسلم. انت عم بتقولي انا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يا الرسول صلى الله عليه وسلم كثير ابتلي والرسول صلى الله عليه وسلم صبر، والله امرنا بايش؟ الله امرنا نتبعه، قال ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاذا بدكم تتبعوه باكل ايش؟ البقلاوه؟ لا، بالصبر. هو الصبر على ايش نصبر؟ على اكل بقلاوه؟ هلا قال له صبر على الحكي، على القير، على المرض، على الفقر، على حكي الناس، هذا على الايذاء. بينا الانسان لا يمكن يصل الى الله او يترقى الى الله ويفهم عن الله حتى يموت موتات 4. مو الموت هذا اللي بتعرفوه، هذا موت الدواب، لا، موت العقل. موت الاول موت الابيض، موت الثاني موت الاخضر، موت الثالث موت الاحمر، موت الرابع موت الاسود. افهموه لك بناتي، طبقوا. ان الله على كل شيء قدير، بس تطبق فمي ارادك
ودائما عم يزداد سرور بالحظة الإلهية. موت الأبد هو الجوع، مو جوع يدوق ما يقوم، لا، مثلا من بده ياكل اكل اللي بياكله ينقصه لقمه لقمتين لقمه لقمتين، يعني يقوم عن الطعام يشوف حاله نفسه طالب الطعام، ما عم نحكي على السلوك، السلوك هذا غير شيء. ثم في عندنا موت اخضر، ودار بتلبس اشي عند عتيق، اشي عند الناس ما بتحبه، هلا عم يساوي بدلات ما شاء الله. الان شفت بدله يركض اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما في بينه وبين الكفر الا حجاب الرقيق، بينه وبين السلسطة الا حجاب الرقيق. لا، كان سيدنا عمر يقول استعينوا عليهن بالحرية، لأنه المرأة يا بناتي مو انتوها على النساء عم نقول ناقصات عقل ناقصات دين، بينا لكم نقص العقل هذا من أكبر العطاءات الإلهية. عما الحقها أولاد يتربوا الخادمات وتطبخوا الطبخ الكويس، يعني كل شيء الجميل الحسن في البيت. أما إذا كان فلسانة غطت راحت على التلفزيون على الراديو تسمع الأخبار تدور على الوراد، هذه ساقطة واطية، اسمها ساقطة. مين بدها ساقطة؟ هي لما الحق بمن عليها بالنور اللي هناك بدها تبكي على الايام المضت. يعني بنعرف الاول الانسان لما بدخل على الله بالصدق بالدار ببكي على الايام اللي مضت عليه، على اللبس، على الكلام. كان يتكلم بكلام ايش بختار بالدار يحكي ميزان، ما ميزان ما في نور حتى يزال الميزان هذا ما بصير من اهل النور. بناتي أبو الإنسان إيش بختار له بحكي غيبة نميمة كذبة تضحك الناس أكثر من هيك ما كان فيه. لكن لما الحق بيمن عليه وبيعطيه النور هجرت، لا أنا وين كنت؟ إيش كنت عم بعمل؟ شو كنت عم بحكي؟ شو عم بمزح؟ شو عم أغمز ألمز؟ شو؟ هي مدار سمع. إيه ما تفهمها؟ لما بصير عنده نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله كثير ناس على زعم المتعبدات كذابات، وروح على الدروس من داس كذب. نحن بنفهم النتائج. التاجر عنده كلمة بلنجو، شو معنى بلنجو؟ عنده الصافي في اثناء الريشه بخسر بربح بعيد بعدها عنده البلنجو الصافي. الصافي ربحان ما بيلاحظ بقى خسر ما خسر، هديك ما بلاحظها، لانه هيك عكس الايش؟ التاجر بيشتري بعدين يرخص الشيء. التاجر ببيع. في ناس عقلهم يابس، شو بيشتري ب10 بيع ب9، شو بيشتري ب10 ايديها بخارج، بعدها حط اجرى حتى لكبوه، تشرك حط مصاري حتى كبوه. لا بناتي، التاجر كان جوزكم تاجر علموه فهموه كيف التجارة وكيف شأنه. اشترى ب10 ثم السوق كله صار 9 يبيع ب9 ويشتري بيع دايما الدور. خسر كسب الكلام الصافي وهو البلنجو. بقى كثير ناس انا اخذ ب10 شو بدي ب9 بالثالث هتنزل القرش. بعدها بدك تحط اجا مصاري تكبوه مثل ما قلنا لكم كم سنه حكون مع واحد عنده بصر. فانتوا وهكذا. فالانسان اذا راد يتاجر بده فهو لزواجكم تاجر يكون تاجر. التاجر نزل السوق بنزل ما بتمسك، وهذا اكثر من بغش اصحابه اللي ما بسووه. بدهم بصل ياخذوا بسموا عليهم مثل ما ياخذوا ايه يديهم 25 قرش، يعني ما بقى 9 قروش ما بهمه. هذا هالمال اللي بين ايديه بيصير بركته. شو بتصير بركته؟ عم بربح الافات. بيسلط عليه الطبيب، يصلي عليه الحكام. مثلا زوجته انعقد مصران في الليل بده 2000 ليرة حتى يعملوا له عملية.
هذا قد الزعاج قد الكدار قد زعير وحط 2000 ليرة. منين 2000 ليرة؟ هي طالعة من البصل. البصل كان الكيلو عم بنباع ب9 صار يباعوا 25 ولمن لأصحابه. هذه شفناها بناتي يا موت كل ما شفناها. أنا مرة جريت معي وجيت أشتري قماش. أنا عادتي ما بفصل لأن الفصل عيب عندنا مو عند الآخرين. وثم أنا عم باخذ عن صديقي شلون أفصل؟ لا تطلع معي. أخذنا قماشات في البيت ثم لزم من البيت قماشات. رجعنا عليه قال ما كان عنده نفقون. جينا على واحد براني سامنا أقل مما أعطانا بيدات القشير. أنا صار في نفسي شيء. أنا عم بقول لك يا أخي أنا طول وخوض البتريد وما عم بحيث لك عم بفصل 5 خود بس أعطيني شيء كويس شيء منيح. وإلا لكن أصعب على هو هذا الشخص لأنه خالف المروءة، خالف حقوق الصحبة الحقوق. لك شك معلوم يا أنت أخذ مثلا عم بتجيب 10 اثنين ب 12 يكون ما فاصلتك تبين ما عنده زمان. الله يساعده يوم القيامة شلون الله بده يسأله. الإنسان إذا أراد يعرف حاله يوم القيامة كيف الله بده يحاسبه ينظر بنفسه كيف حيسب الناس ضبط أصل تماما. بتساهل الله بتساهل معه، ما بتساهل بده حقه أبدا على كذا. الحق سبحانه وتعالى بعمله معاملة العدل. وهكذا هي قاعدة مضطردة ما فيها شك البتة. إذا الإنسان أراد أن يعرف كيف الحق سبحانه وتعالى بده يحاسبه يوم القيامة ينظر هو في نفسه كيف بده يعامل الناس. الآن كان عم بعاملهم بس بده يربح عليهم بس كذا هيك الحق بده يعامل يوم القيامة تماما. طب بقى بناتي ديروا بالكم انتوا تصيروا مثل هداك اللي قال ما بقول 1 و1 2. البخيل عادته بقول 1 و1 2 2 4 تيسيله بناء على قلبه. هداك لا ما بقول 1 و1 بقول الواحد جانب احسن ما اجى الواحد بيعطي الواحد الفقراء. هذا القريب لانه هذا تبين عليه عقل. لان الله سبحانه وتعالى وقت بده يموت الانسان ما بده ياخذ معه شيء ابدا، لا زراعه ولا تجاره ولا ليرات ولا موتورات ولا اراضي ولا دور ابدا. ايش بياخذ معه؟ بياخذ معه نتائج او ثمرات العمل اللي عمله مع الفقراء وما شابه ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء الا مسلم. يعني مسلم تخلع بالاسلام مو اسم مسلم. لك في اسم مسلم؟ لا 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 ما تلينا وبين الاسلام ولا زمان. تكذب وبتخون وبتغش وبتغتاب وبتلم بنتي الله يرضى عليك. اذا هذا انت وغشك لا لكن ليش عم تغش انت الناس؟ اكفي مثلا بساووا لبس فرنجي في ناس حطوا معه اشياء واشياء مع اللبس الفرنجي مشان زياده ورقه ورقتين 5 10 ما تقول الا الله سلط عليها الطبيب حط عوض 10 نقطتين 10 100. هذه في الدنيا من عدا الاخر. السؤال والجواب والعذاب هذا شيء اخر. فبناتي العاقل ميزانه معه ما بده يجي لقيله قال ميزانه معه. كيف بريد الناس تعامله؟ بعامل الناس مثل ما بريد. عامل الناس كما تحب ان يعاملوك به. انت بتريد تنظر في النسوان العالم والله بده يهيئ لك ناس تنظر في نسوانك في مرتك في بنتك في نفسك كله بخصك كله بزعجك حقيقة. انت اذا كان بدك تحفظ بنتك ومرتك احفظ بصرك. لا تنظر في الناس لا تعمل الناس كما تدين تدان. اللي بعمل سقاطة لابد الا بده بقى لما يقول قائل اخته ايش سويت بنته بيكون في عندها حرف هيك لابد الحق ولا هذيك محفوظة. هذيك محفوظة اللي ما عنده وجه سقاطة او سفالة هذيك محفوظة لا يمكن. ليش؟ ما يمنسوب لابوها او لزوجها او لاخوها لا في نسبة. هذه سارة في الكمالات. نحن عما نحكي على البنت لا نحن شفنا ما في نسبة
انا ما رايت مثل بين الاب وبين الابن وبين الاخ وبين الزوج وبين الزوج مثل الا القليل في قليل. قد يكون الزوج صالح والمرأة ما صالحة، وبالعكس هذا أصعب الكل اللي رأيته في الوجود. إذا كان الزوجة صالحة والزوج ما هو صالح، أي أصعب ما وجدت في الوجود. لأن الطلاق بيده ما هو بيد حق، لازم يكون الطلاق بيد الزوج، لأن الزوج هو اللي عم يدفع المهر، الزوج هو اللي عم طعميها، الزوج هو عم يسقيها، الزوج هو عم يلبسها، الزوج هو عم يسكنها. يعني ما عليها المرأة شيء أبدا البتة، كله على الرجل على الزوج. فإذا حب الطلاق هي من جيت الصورة، من جيت المعاني. لا المرأة يا لطيف عقل صغير، بس حبت غيره بس توجه، مو كله نار، مو تفهموا كله، لا في منه كل مرة عندها عقل قد 1000 رجل مو 100. عم نحكي مثل ما حكى الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث العموم، من حيث النساء ومن حيث الرجال، بقطع النظر عن زيد او فاطمه او عمرو او ما شابه ذلك، بقطع النظر عن ذلك. المرأة لا تسلم سلاح ابدا الا اذا عرض تقوى، والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بين هو الزوج بيسلمها أموره كلها من أولها لآخرها، بل بيسألها إذا بده يعمل عملية، بيسألها يعني بيستشيرها، بشوف عقله أنضج من عقله، العلة هي صادقة أكثر منه وشخصيته أكبر من شخصيته. وهذه بتصير وليا من أولياء الله. الأولياء في من الرجال وفي من النساء، والعارفين في من الرجال وفي من النساء، بس الغوثية ما بتصير للنساء، هاي ما بتصير إلا للرجال، لا غوثية ولا رسالة ولا هكذا، والباقي بتشارك الرجال تماما، ولي عارف وعارفة وما شابه ذلك. لكن هذه وجوه الكرامات إلى علامات، زي من صورة، من مشوى، من كلامة، من معاملات، كل أعمالها مضبوطة، مو أعمال هيك، لا. لما بتعمل عمل معقول عندك تدخل على الصلاة تقول الله أكبر، ما بسمع عندك كبير أبدا، كله صغير، كله صغير، ما سمع عندك كبير أبدا. دين كبير جل جلاله عمال يعطيها علوم وعم يعطيها مفاهيم وعم يعطيها وجهه وعم يعطيها عرفان وعم يعطيها ولايه، كل مين على حسبه. العطاء الحق عم بيعطي، لكن هي بتاخذ تصير عندها نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالانسان الحق عم بيقول بالقران كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الحظر من المحجوب اللي ما عم يشوف العطاء الالهي. الله سبحانه وتعالى عمال يعطي عطاء دائم للفاجر وللفاجر وللكافر وللمسلم والكل عم يعطي. مين بيشوف ذلك؟ عنده نور، عنده لطافه، عنده تقوى. هذا بيدرك ان الحق عم يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ولا كل مو مثل تتصوروا، مو تطلبوا حتى يعطيكم، لا ان شئتوا ابيتوا بده يعطيكم. اما انتم ما عندكم لطافه، ما عندكم نور، تدركوا بحث اخر حق عليكم الجنيه منكم. انتم لازم تتلطفوا حتى تدركوا الحق عم بينادي باللحظات. اهل الله تسمع نداء الله كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هذه فهماني بدها تبكي، اما تقول لك بنتي ليش عم تبكي؟ انا خلاص ما شايفه، ما فهماني. هذه شايف الحظر الالهي، شايف النور الالهي، شايف العطاء حسب النور اللي الله اعطاها اياه. عما تذكر الام بتطلع يا ويل هالبنت بدها تسجن، هالبنت بدها تجن، هالبنت والله انا ما شفت حدا جن. واحد يطلب الله وجن، اهلي ما رايت التحليل البته. اساسا لا تحطوا عند واحد مجنون، اذا كان الشيخ مجنون لا تحطوا عند مجنون، حطوا عند واحد عاقل راسخ ما بأمرنا اللي بشيء ينفعنا، ما بنهانا عن شيء يضرنا. شلون بجن؟ هذه موجود. الا اذا كان هي البنت اولاد عقل مادي، عقل خفيف، هذا بأس اخر. الشيخ ما بيعطيه ورد ابدا، الشيخ الطريق
ما بيعطي للجنين خفيفين ابدا، بيعطيهم شيء يتحمل عقله. اللي عقله بتحمل 10 ما بيعطي 11، واللي عقله بتحمل 9 ما بيعطي 10. هكذا انا الى يومي هذا ما رأيت احد دخل بده الله جمعي، ما رأيته ابدا، بل هو مجنون اساسا، وحطوه عند واحد اجل منه، ما هو متخلق ما هو متحقق، هذاك فرح المشيخة.